لكل ست بتسمعني النهارده، عايزاكي تاخدي نفس كده وتتأكدي إنك مش لوحدك. معانا النهارده ضيفة مصرية جميلة قوي، من وسط دوشة الحياة بتقولك اطلعي من القوقعة. يلا بينا نخرج، يلا بينا نضحك، يلا بينا نتفسح سوا. برحب بضيفتي في برنامج حكم عقلك. أهلا بيك يا أستاذة نبيل، نورتيني. أهلا بيك يا أستاذة داليا. اهلا بحضرتك. كلمينا عن الجروب الجميل، يلا نتفسح سوا. جروب جميل الحمد لله. جروب رحلات، بس في جزء من الدعم النفسي للسيدة، حتة الونس، ان انت تفتحي علاقات اجتماعية جديدة، فكرة ان انت تلاقي حد يتفسح معاكي فرقت خالص، ميزته عن اي جروب رحلات تاني. شوفي بدون رسميات الجروب عندك ترند. الحمد لله. انا عن نفسي يعني بيبقى عندي شغف رهيب اشوف الفيديوهات الجميله اللي انت نازله بيها. هي روح الناس وصدقهم هو اللي وصل للناس، مش موضوع ترند ولا موضوع فيديو. ده انا عايزه ابدا الروح. عايزه ابدا من الصفر. الفكره دي جات لك ازاي عشان تنجح النجاح ده؟ هي مش فكرة جات لي، هي حالة أنا عشتها فحبيت إن أنا، والحمد لله ابتديت أنا الشعار بتاعي رحلة السلام النفسي، يعني أو سلامك النفسي معنا. فهي الفكرة فكرة رحلة تعافي أنا خدتها، فحبيت إن أنا أشد معايا زي ده التانية. ده بيتحقق معاكي بنسبه كام؟ 95. الله، ده رقم خرافي. والله حقيقي، بسبب إن كل ست هي كانت مستنية بس نمسك لها كشاف النور وقول لها تعالي في بكرة نعيشه. باعتبار ان انت كشاف النور، ايه اللي تسلطي عليه الضوء؟ فكرة إن أنت قادرة تسألي نفسك، ما تستنيش حد، ما تستنيش أسباب سعادة، أنت سعادتك. لقيتي استجابه؟ قوي قوي. الفكرة فكرة حاجة، الست أصلا أصل الونس، يعني هي مخلوقة للونس. أول ما بتبتدي تسرب بيها شعور وحدة، تحس إن في حاجة غلط في حياتها، تبتدي تتخبط. انت عرفتي ازاي ان ده لازم يمر على كل ست؟ لازم، عشان أنا سيدة، يعني أنا في وسطكم، أنا نفس الحاجة، كلنا عشنا لحظات الوحدة دي. فهي الفكرة فكرة إيه؟ أنا مش ههرب من وحدتي، هي موجودة. ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الونس وخلق الوحدة. بس انت ازاي تتعاملي مع وحدتك؟ ازاي تشوفيها وحدة عبادة، ازاي تشوفي والدتك ونس، ازاي ما تحتاجيش حد، ازاي تبقى قاعدة في بيتك ومتونسة بحضان البيت نفسها. دي بقى الفكرة نفسها. انت مريتي بده وحبيتي تطبقيه، يعني حاجه ممتازه، لازم أعيش بقى. دي حاجه حلوه جدا. العائد اللي جاي لك ايه؟ كتير معنوي ومادي الحمد لله، بس المعنوي اكتر طبعا، قيمته اعلى اكيد. طعمه أحلى اكيد اكيد. بجد. ايه الحاله اللي لقيتي فعلا الجروب اثر فيها قوي بنسبه مثلا 100%؟ كتير. في ناس اتغيروا، في ناس اتغيروا، احلوا، ملامحهم احلوت، صغروا. ده بيجي منين؟ النفسية دي هي العمود الفقري للجسم. ظبطتي نفسيتك ظبطتي حياتك كلها، حتى الأمراض بتخفي منها. ما انت النهارده يوم ما بتضربي في نفسيتك مناعتك بتقل، فبالتالي بتبقي عرضة للأمراض، يعني مثلا ضغط، سكر، ركد، خشونة، كل ده أساسه النفسية. العامل الاساسي في ده الروتين. أكيد مش الروتين بس، الروتين طبعا من ضمن الأسباب، ضغوطات الحياة واستقبالك ليها، عدم تصالحك مع نفسك ومع الآخرين، أسباب كتير جدا ممكن. ازاي بتخففي ضغوطات الحياه على الكائنات الجميله السيدات؟ هم مساعديني كتير، يعني أنا بحاول أعيشهم في حالة حلوة، هم بيعيشوهم معايا. يعني هو مش نيفين، هم مش أنا بس بقول لهم يلا أنا معاكم، وبلاقي الهمة وبلاقي العزم وبلاقي الإرادة. في ناس مش حابين يعيشوا معانا الحالة دي، يعني في موجود، يعني في ناس مستمتع بروتين حياته، في ناس مستمتعين بالروتين ده وخلاص مستسلمين ليه، وانا عشت كده هو فعلا استسلام، مش هو دي قرار. وفي ناس هم حبوا الحالة دي، حبوا القوقعة بتاعتهم، مش عايزين يخرجوا بره. فدول انا مهما عملت خلاص انت مش مساعد نفسك. واجهتك الحالات دي وما استجابوش؟ ما استجابوش. انا من النوع اللي بخبط، استجبت خلاص انا معاك ليس معاك، ما استجبتش يبقى انا هخبر طاقتي معاك. فببتدي ان انا خلاص يعني الوقت اللي هضيعه معاك لا، انا نفسي اولى بالطاقه دي وغيرك اولى بيها ان انا اتنين.
فالشخص عليه جزء كبير قوي من النجاح بصراحه. انت بتعملي انجاز. لا خالص. لا. استاذه داليا احكي لنا عن القصه. انا عارفه الجروب من شهر 10 تمام. كنت قاعده مره بقلب في السوشيال ميديا طبعا، لقيت كلمه يلا نتفسح سوا. الاسم هو اللي شدني. يعني مش اداريا مع حضرتك؟ لا 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 خالص. الاسم شدني، رفيقة رحلة سلام نفسي. قلت انا فعلا عايزه اتفسح مع حد، يعني ربنا يخلي لي اهلي واصحابي وكل حاجه، بس لا انا عايزه اغير مود، انا عايزه ناس مبسوطه، عايزه اوصل لحاجه تانية غير اللي انا فيها. عشان الروتين برضو، الروتين مع الوقت بتحسي ان هو عارفه بتخرجي مع اهلك نفس الكلام، نفس المشاكل، مع اصحابك نفس الكلام. لا انا عايزه حد يغيرني من المود، انا مش حابه. طلعت اول رحله، تاني رحله انبسطت، وعلى فكره رحت جروبات تانية، مش ان انا يعني كنت قلت اما اجرب. لا حسيت ان الوضع مختلف. في جروبات شركه سياحه اللي بتدوري عليه في جروب يلا نتفسح بالظبط. وطبعا بقى عارفه كل ما بتقعدي اكتر، يعني سفريات مثلا، وانك تباتي وتقومي تفطري مع الناس والكلام ده، دي بتقرب مسافات طبعا. خلق روح ألفة. بالظبط. بقى عندك اصحاب كتير واعمار مختلفه، يعني هي دي الفكره. يعني ممكن تلاقي مثلا حد في سن مامتك بس هو صاحبك. استفدتي ايه؟ استفدت ايه؟ اصحاب طبعا. ان انا حاسه على طول ان انا سعيده، دي حقيقه. يعني اي حاجه اي دروب بيحصل لي بعدي كده كام يوم، يلا ما انا رايحه، انا خارجه، انا هعمل يعني كمان بقى مصدر انك تتحملي الضغوطات. طبعا طبعا طبعا. ده اثر معاكي في البيت؟ بصي انا بناتي وجوزي احنا كلنا، احنا العيله كلها العيله كلها. ما كانتش دي تبقى دي. هو مش سيدات بس؟ لا هو في رحلات منهم بتبقى سيدات بس انت عرفتي ليه ترند دلوقتي يا استاذه مدينه؟ عرفت. اه واخده العيله كامله. بالظبط. فلا يعني الدنيا مختلفه. يعني بصي انا دايما كنت بقول السعاده قرار. في ناس ما بتبقاش قادره تقرر انها تكون سعيده، الجروب ده كله مقرر انه يكون سعيد. انت قررتي ده انت والعيله كلها في البيت، انت وزوجك؟ احنا عيله فرفوشه يعني. الله مش الناس مش مستنياك برود. احنا فرفوشه، مش سكت خشب على لا. فلو بس لا بنحب، لازم في حاجه تغير مود حياتك. يعني مش هنفضل على نفس الليفل. ناس بقول لك جديده تعرفنا، بنسافر مع بعض، كفايه الاكل والشرب. يعني ان احنا كل يوم مثلا بنقعد ناكل، لو كل واحد انت عارفه بقى ظروف الحياه، كل واحد بيجي في ميعاد وياكل في ميعاد. طب احنا بنسافر 3 ايام، كسرتوا روتين، بنتغدى فيها مع مجموعه، بنفطر فيها مع مجموعه. دي حاجه في حد ذاتها انجاز صراحه في الوقت اللي احنا فيه. وده مش تحمل مادي على العيله اكتر شويه من المفروض الروتين اللي الناس ماشيه عليه؟ اقول لحضرتك على حاجه. اولا انا كانت تكلفه رحلاتي مش داعيه ليها، بس الحمد لله في متناول اي حاجه حقيقي تكلفه الرحله دي حاجه. تاني حاجه، انا ليه يعني هي مش رفاهيه، ليه ما ببص لسعادتي او ان انا ابقى مبسوطه جزء من رفاهيتي؟ دي اساس الحياه. زي لا دي ضروره، زي الاكل والشرب. تخيلي انا مش مبسوطه وباكل وبشرب وبروح شغلي وباجي شغلي، شكل يومي بيبقى عامل ازاي؟ انا ليه ما ادخلش فسحه في حياتي؟ مش شرط رحله. انا ليه ما بدورش على حته يلا بينا نخرج كعيله مع بس بره المولات؟ هو ليه ده بيتحقق على الجروب ما بيتحققش في اسره في البيت؟ يعملوه. ما هو دي ثقافه المفروض تنتشر على فكره. هي مش فكره نبين او جروب خالص. يعني انت المفروض كعيله او كاسره تبقى انت حريص ان انت تخرج. وتخرج فين؟ تنقي المكان، يعني تختار المكان اللي هيديك طاقه ايجابيه وانت قاعد. انا النهارده يوم هخرج في مول، اخرج في مطعم، اصرف، اشوف مباني، اشوف خلصانات، هرجع بيتي ابقى زعلانه على الفلوس اللي اتصرفت، وابقى زعلانه ان انا اصلا ما غيرتش مودي عشان انت ما اخترتش صح. ايه اللي بيغير المود عندك؟ الطبيعه. طبيعه طبعا. احنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى مدينا عوامل طبيعيه نفسيه ببلاش. اكيد ده عن دراسه يا استاذه. درست شويه صحه نفسيه. يعني ما هو لازم اقدر. بتقولي كلام بين السطور كده بياكد ان دي دراسه. لازم مش ندين بس، اي ست في الدنيا بقول لها اوعي تقفي على مرحله ان انت بتذاكري لاولادك. يعني المفروض انت ده بنسبه كبيره قوي دلوقتي قوي. بس اقول لحضرتك على حاجه، اتفضلي. ابتدى فعلا بقى في وعي بجد. دي الناس فعلا بقى عندها وعي للتطور. يعني هو مش تطور، هو ضروره. الوعي هو اللي فارق. اكيد وعي ده هو اللي ظبطتي وعيك، ظبطتي حياتك. طول ما انت ما بتفهمي اكتر بترتاحي. لما انا اعرف ان انا يعني انا مثلا من 10 سنين فاتوا
يلا يا ولاد هنتغدى فين او هنتعشى فين او نروح مطعم ايه او مول ايه، وبقى تلاقينا نجري ورا الترندات بتاعت المولات. النهارده لا، اختار حاجه فيها ميه، فيها شمس، فيها سماء، ابتدي المس الطبيعه، تفرق. انا حتى لو خدت ولادي واتمشيت على النيل حاجه مبسوطه اكتر ما اروح مول وصرفت في الالفات. ايه النظريه العلميه؟ انت من طين، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من طين، فانت بترجعي من اصل الطبيعه، بترجعي لامنا. فتخيلي بقى انت بتروحي الحاجه انت منها، فطبيعي ده بيبقى فيه اثر نفسي رهيب. اكيد قابلتك عقبات تضحك وعقبات تبكي. انا عايزاكي تشجينا بقى بحكاويكي. انا الحمد لله عندي ثبات نفسي، ثبات ضبط نفسي شويه يعني. ده في اللي يضحك ولا في اللي يبكي؟ الاثنين. بس انا في مواقف بتقابلني اكيد، يعني مثلا لما اجي اسكن مثلا اوتيل مثلا، لو انت طبيعتك ان انت مثلا تطفي نور تولعي نور الاوضه، يعني تنامي والنور والع، ده نورمال، ما ينفعش تفرضيه على زميله ليكي قاعده في الاوضه. فانت المفترض ان انت بتيجي لو انت ليكي طقوس معينه لا اتنازل عليها عشان خاطر اتبع الجماعه واجمع الجروب. فبيقابلني حاجات زي دي انتي كمان يعني كده بتكسري الايجو اساسا، دي حاجه حلوه جدا. فدي لازم انت تبقي جايه مؤهله نفسك عليها يعني. تمام. احكي لهم على موقف البسين. وشك ضحك لوحدك يبقى حاجه. انا نشوف بس ما تزعلش مني. رحنا رحله تمام، ولقيت تليفون عمال يضرب عليا بتاع 5 مرات الساعه 4 العصر. اتخضيت ونمرته مش معايا يعني، ما اعرفش مين. فبرد قالوا فين ماما يا ملامني بين؟ ماما كويسه، لو سمحتي اطمن عليها اسمع صوتها. هي كويسه والله، طب حرام اديني فرصه. حسيت ان في قلق، هم مش عارفين ماما بتعمل ايه. ماما اساسا كانت في البسين. ازاي ماما تروح البسين؟ وهي اصلا نسيت تطمنهم ونسيت اي حاجه. انا سابت التليفون وما قالتش ان هي ما قالتش، هي من كتر ما شاء هي الله جريت على طول على البسين. هي هتعرف ان هي لما تشوف الحلقه اكيد. فانا بقى يعني على السماعه، فباجي بقول لها يا فلانه اطلعي من البسين ابنك قلقان عليك. هو بيقول انا جات لي جلطه وقلت له اطلعي من البسين. انا اصلا قلقان عليكي وهو كنت البسين. المشكله ان هي برضه جسدت، هي حبيبه قلبي يعني بطيئه شويه في الحركه. فبقول لها مين صارت نزلتي ازاي؟ قالت لي قولي لما اطلع ازاي اصلا. فده من اكتر مواقف ضحكت جدا عليها. ما شاء الله، يعني معظم المواقف اصلا مبهجه جدا. لا الحمد لله. ايه اللي حسيتيه من الناس لما تجاوبوا معاكي؟ فرحه يعني انا بتصل منهم ولا منك؟ انت انت مبسوطه ان هم فرحانين؟ يعني حته ان هم يفرحوا ده كاس ودايه يعني بيفوت عليك، فانا بفرح. ده جميل قوي. طب ايه الجمال ده؟ مش عادي يعني. انا عايزاكي تحكي لنا انت بقى مواقف حصلت لك. حصلت لي مواقف ايه؟ انا يعني احنا لما عملنا اتسرقت يا بني، لما اتسرقت في بورسعيد. دي كانت اول رحله اطلع فيها مع نبيل. وكملتي؟ عارفه بس احنا كنا وصلنا وقت الصبح، فبورسعيد عارفه بقى الكاساته والكلام ده، فكله الباص ركن، الدنيا كانت واقفه صلاه يعني. وقلنا خلاص ننزل ناكل الكاساته على بال ما نعدي نوصل المكان. تمام. حاطه يعني الشنطه بتاعتها في الازاز عند الباص كده في ثانيه، ولا طلع من سرق الشنطه ومشي بكل حاجه بقى يعني. كانت لسه لما منها في الشاطئ بمفاتيحها بحاجتها، اللي الحاجه كلها مش موجوده. طبعا انا ما كنتش لسه اعرف مين. قلت لها انت كويسه؟ نسيت يعني بقى يا جماعه احنا ما فيش حاجه تبوظ يومنا، احنا يومنا جميل. وهي يعني كانت حالتها تصعب على اي حد، وسابتنا بقى ورات. هي عملت بقى محضر وحاجات يعني. بصي صراحه كان يوم غير مبشره. وكملتي؟ انا اصلا انا بدي سيشنات في الباص، يعني انا بقف اتكلم في الباص، ما ينفعش يعني اللي انا اقوله ما اعملش بيه على نفسي. يعني انا وقفت قلت لهم بصوا ولا اي حاجه، هم زعلوا اكتر من طبعا انا من جوايا كنت بموت اساسا. اكيد بس لازم يعني اقول لا، نظبط يومنا هنكمل وتبقى اسعد رحله لينا. وقد كان فعلا يعني. انا قدرتي تعملي ده؟ لازم، ما هو انا في ايدي ما شاء الله بس 50 في رقبتي 50 واحد جاي، بس
انا هكذب عليهم ليه؟ دي مسؤوليه اكتر من انك تكوني مسؤوله عن نفسك. انا قبل الرحله ما بنامش، يعني قبل الرحله بيومين ما بتناميش. طبعا. ولا بتاكل والتنظيم يعني. ولا بتاكل. ما هو بصي اقول لك على حاجه، فكره ان انت تقابلي 50 واحد بشخصياتهم بسماتهم ببيئاتهم وانت المفروض تمتصي ده كله. ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك في جروب مثلا؟ المشاكل انا كمنظمه بقى، فكره مثلا انا ما اقعدش ورا، انا ما اعرفش عايزه اقعد قدام، انا عايزه اقعد على النيل، انا عايزه اقعد مثلا في اوضه في النيل. انا نفسي الناس تستوعب سعادتك مش في المكان. يعني انا نفسي انا هتبسط مهما قعدت فيه، مش مهم، هتبسط. انت بتلاقي ده بنسبه كام؟ الناس اللي بتيجي 75%. تنبسط، الناس اللي بتيجي تنبسط علشان الجماعه 75% بيقابلوني، 25% عايزين نطاق الرحله وانا ابقى قاعده قدام وانزل فوق او تقليديين. بيحصل. تقليد. انا بس يعني بزرع ده يا جماعه، اتبسطوا. وبقول انا مش الجنه، انا مش مفتاح السعاده، انت مفتاح سعاده نفسك. يعني انت قادره ان انت تنزلي تتبسطي حتى لو رحلات نيفين اسوأ رحلات. ازاي البني ادم يبقى سعيد لوحده؟ يبتدي يشتغل على نفسه يتصالح مع نفسه الاول، ازاي؟ يكلم نفسه. كتير مننا ما بنقولش بنكلم نفسنا. اللي فهمته ان الخطوه دي انت عفتيها مريتي كتير. لازم اواجه نفسي، انا ايه مشكلتي؟ طب انا مشكلتي 1 2 3، طب هحلها ازاي؟ ما استناش اللي يجي ياخد بايدي ابدا. طب ما انت بتاخدي بايد الناس. هم بيساعدوني كتير، والوضع اللي انا فيه ده كنت بتمناه. يعني انا كنت بتمنى، انا الحمد لله في ناس وقفت مني، وقفت معايا. يعني في ناس فعلا وقفت معايا، بس احتياج النبيل او اللي يجيب نبيل من جوه ما حدش يقدر عليه غير النبيل. ما انكرش ربنا بيبعت جنوده، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدي الابتلاء ولطفه مصاحبه حقيقي. وفي ناس كتير وقفت معاه، بس قد يكون الجرعه اللي هم ادوهاني ما كفتنيش. اللي قومني انا من جوايا. كل الحالات لازم ينطبق عليها ده، لازم يكون جواك. لازم انت من جواكي تاخدي قرارك وتستغني. ده باب تاني، ده احنا كده دخلنا في موضوع تاني خالص. كده في حاجه كمان، لازم تطبطبي على نفسك كده، مش هتقومي من غير ما تطبطبي على نفسك. يعني ما ينفعش واحده مثلا موضوع الطبطب امثله ازاي؟ بصي انا يعني دايما اقول ايه، العشم ملوش لازمه. العشم ما نتعشم في حد ملوش لازمه. عشمي في ربنا وفي نفسك، طبطبي على نفسك، قومي نفسك. يعني انا دايما يجي لي دروبات طبعا، اكيد بقول لنفسي ايه، يلا 1 2 3 هتقومي، 1 2 3 هتقومي. يعني ان كيس جات مش محتاجه جروب يا استاذه. جاتني مره دروب جالي ما كنتش قادره اقوم، انا غيرتها بالرياضه، نزلت لعبت رياضه ومستمره بقالي 3 سنين ما كنتش قادره اقوم. طب ايه لازم يكون في حاجه. دي حالاتك النفسيه يعني؟ لازم يكون في وقفه، مش هتسيبي نفسك. يعني ممتاز ان شاء الله ما ينفعش تسيبي نفسك. انت اصلا عندك نسبه وعي عاليه جدا ان انت تقولي لنفسك، انك تقولي لنفسك هقوم وتقومي. داليا اشتغلت على نفسها. الناس اللي ما وقفوش واستسلموا، داليا فايتر اشتغلت على نفسها. مش ما هو ده اللي انا بقوله، مش نجاحني فيه ولا جروبي دي. انت اللي بتعملي الحياه، لو انت بتعملي سعادتك. يعني اقول لحضرتك على حاجه، 60% من الناس بيتكلموا ولادي ما بيسالوش عليا، ولادي ما بيفسحونيش، ولادي. طب انت منتظره ايه من ولادك؟ منتظره ايه؟ ما هو النهارده الابن اللي بيخرج بره بيت الاب والام عنده التزامات، عنده مسؤوليات، عنده زوج، عنده ولاد. وخلي بال حضرتك احنا غيرهم. يعني الجيل النهارده اللي بيفتح بيت معذور، ضغوطات نفسيه وماديه. انا كأم حنين على اولادي. انت سلطتي الضوء على 90% من المجتمع طبعا. وخلي بالك من نقطه، احنا اتربينا على، بس انا خايفه بس اقول الجمله تبقى تقيله شويه، يعني مفيش حاجه اسمها عبوديه. يعني ما ينفعش عشان هو ابني يبقى عبد ليا او بنتي تبقى عبد ليا. العطاء الزياده، افرق بين البر والعبوديه. بالظبط، لازم افرق. فرق. انا النهارده كأم ابقى في
التمس الاعذار لابني بدل للعذر 70 عذر. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصى عليه اللي دي 7 اعذار او التمس لاخيك عشان ما نختلفش في الآراء. يعني هو التمس المفروض لأخيك 70 عذر. المفروض الابن الام والاب ليهم مساحه في حياتهم، اكيد صح؟ اكيد. يبقى هم كده أكيد. مش عبوديه. بس في ناس بيدفعوا لاولادهم فاتوره تربيتهم. دي حقيقه، ده كتير، ده كتير قوي. انا لا انكر فضل الام والاب او ليهم مساحه، ليهم مساحه، ولو ابني اثر في المساحه دي لا اعاتب، بس اعاتب بحنيه. انما ان انا افرض على ابني اوضاع معينه هو مش قادر عليها يبقى انا بعجزه. حرام. يبقى في رحمه بالابناء. يعني انت بتحسي ان برضو الام جايه شويه؟ في انا ربيت وانا كترت دول. طب انا ما بيجيليش، انا ما بعملش. طب بيجيلي كل قد ايه؟ كل اسبوع مره. طب عامل ازاي؟ انت بقى عيشي ال6 ايام. يعني انت مثلا عامله له مثلا يوم الجمعه تقاعد الاسبوع بتاعك، انت عيشي لنفسك 6 ايام وخليه يعيش حياته. ده بعد مرحله قد ايه؟ يعني سن كام اللي أول ممكن ما تيجي الست تشتكي من كده؟ تبقى لوحدها بتدور آه. فين ولادي. طب دوري انت هتعملي ايه لنفسك الأول. الفكره بقى في حاجه ان كل ام كانت معتمده ان هي ماشيه رحله مع ولادها. احنا اتربينا على حاجه، كل ما بتضحي كل ما تلاقي، كل ما بتدي ولادك كل ما هتلاقي. بس في الوقت المناسب موجودين، ما هم بذرة صالحة. انت بقى عايزاهم تحت رجليكي. طب ازاي هيوفى ايه؟ هي حاسه ان ده الوقت المناسب. مش صح. لازم اديله مرونه في الحياه، لازم افضل الصدر الحنين. ما بقاش مثلا لما ابني يجي على طول عتاب 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 وانا لسه حالة رفوض. من ضمن الصعوبات اللي بتواجهك الامهات اللي بتيجي تشتكي من اولادها، واجهك مره مشكله ان انت تتكلمي مع الابناء؟ هو كتير الامهات بتتكلم معايا، بس انا للامانه بحترم خصوصيه البيت او الاسره. ما بحاولش اقحم نفسي في النص، يعني بين الام او الابن. بس انا بقى ببتدي اصالح الام على نفسها. ساعات حقيقي الام بيبقى عندها حق، بيبقى في تقصير. يعني الموضوع مش خصوصيه، وجهه نظرك ان هي تكون مهتمه بنفسها اكتر. اكيد لازم، ولازم هي تعيش في حاله تصالح، سواء بقى الابن ظالم مظلوم لازم انت تتصالحي. اصل انت تقعدي تستني لغايه امتى؟ وجهه نظرك بقى ما ينفعش. الام لازم تبقى تعيش حياتها، ما تستناش ابن ولا بنت. يعني ما بيبقاش في نسبه تقصير، ولكن هي الام شايفه ده احيانا بتطمع في الاباء في في الابناء في وقتهم ان هي صاحبه الحق الاول. الام طبعا يعني الام اغصب امك صوت امك، ما بنقولش حاجه، بس لازم انت يبقى في مرونه، في رحمه بالابناء. انت طول عمرك رحيمه بيهم وحنينه عليهم، هنيجي واحنا بنقول لهم باي باي مع السلامه احنا ماشيين. ليه ما نقولش ان هو ده وقت الاحتياج؟ فوق راسي. طب ما الولد مش مقصر. يعني هي حسب بس زي ما قلت لحضرتك هي بتبقى عايزه انا ربيت وكبرت ادفع الفاتوره اللي عليك. لا مش فاضي. وما ينفعش الجمله اصلا تتقال. ما ينفعش الجمله، يعني الجمله يعني كنايه عن اللي هي حاساه من جوه. انا عملت كتير، سدد. لا ده واجبك. زي ما هيجي عليكي وقت، يعني مثلا بعد الشر يعني بيقول لا انت لما عيتي اصلا تقولي لا. طب انت مثلا لما في ازمه ماليه ما لقيتيش ابنك؟ لا. لما سافرتي عمره وصلك وصل. ما هو في حاجات بيعملها الوحده هي اللي بتاثر بده. الوحده رهيبه. الفراغ. اي ست تضربيها قولي لها وحده. اضربي اي ست في قلبها كده خبطينها على الوحده. لا مش كله. لا صدقيني. ليه؟ احنا الونس. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق سيدنا ادم في الجنه ما حسش بجنته لما خلقت له حواء. ربنا سبحانه وتعالى خلقها من ضلع. فانت اصل الونس. لما بتيجي بتحسي ان حاجه غير طبيعتك اتزانك بيختل، بتتصرفي تصرفات بتخلقي الونس ده على قد ما اقدر. الحالات اللي جات لك فيها حالات تقليديه ما عرفتش تكمل معاكي؟ كتير. زي مثلا حد زي ما قلت لحضرتك بيهتم، يعني هو مش جاي ونس او مش جاي في فكره الجروب نفسها. نعم. جاي مركز معاكي انت كمنظمه رحله هتعملي له ايه اكتر خدمات ممكنه. جاي يقيم مش جاي بس. فده بالنسبه لي انا الحمد لله بفضل الله عليا برضو انا في التنظيم او بفضل الله على قد ما اقدر. انت لوحدك؟ بس لوحدك مسؤوله وبتنظمي ده مجهود كبير جدا. بس الحمد لله ربنا بيقدر ما شاء الله. في حد لسه جست كان طالع معايا جست، وانا اصلا لازم حد يبقى شبهي.
عشان أكيد. يقدر يكمل معايا الموضوع. وبعدين يعني الجست اللي جاي ما يحسش ان مين في تراك واللي معاه في تراك تاني. طبعا. لقيت جست ماشيه وماسكه موبايل وعماله تصور وتغني وترقص وتشغل لهم الكاسيت اغاني. قلت لها ايمن انت معانا. كنت معايا، قالت لي يا ريت. اتصل فبدأت فعلا تساعدني وعامله حاجه في الجروب وعامله اضافه للجروب حلوه قوي. فتحياتي ان هي بجد دي انت مش عامله فريق للاداره؟ لا. مفيش. ما بنامش. انتوا فعلا بتتعاملوا كانكم اسره. حقيقة. ايه اللي لمستيه في ده؟ بصي، لقيتي لقيتي اخت، لقيتي صاحبه، لقيتي كل حاجه. يعني ممكن حد مثلا معاه طفل لقيتي بيبي تلعبي معاه. يعني انت ممكن تشوفي حد في رحله وتحسي ان هو لقيتوا صحاب. انا يعني بدون ذكر اسماء، في واحده معانا انا لو طالعه لوحدي انا معاها في الاوضه، هي تطلب نفس الطلب. يعني انا عايزه اقول حاجه. زوجي ده ليا اخ وصديق لكل الجروب. انت عندك اكتر من حد الاسره كامله، مش بس استاذه داليا. لا، في اسر بتجيلي. اصل انا ليه اقتصر؟ اصل هقول لحضرتك حاجه، حضرتك مبسوطه، زوجك مش مبسوط، وبعدين عملتي ايه؟ فهي حاله والرجاله بتنبسط على الجو ده جدا. أقول جدا. لحضرتك- عايزه اقول لحضرتك انا معايا اسره الأول كان ده اعلان على فكره. يعني كان بيطلع هو وزوجته. اخر رحله قال لي مراتي معاكي لوحدها، انا عايزه تتبسط وتجيلي عشان شاف الحاله النفسيه اللي فارقه وشاف جو البيت فارق. لا احنا لازم ندعو الاستاف حقيقي هنا، والله اصلا العظيم. احنا لازم نطلع معاكم. لا بجد حصل. فلازم الاسره كلها تبقى مبسوطه وسعيده. ليه لا؟ ايه اللي بتعمليه عشان الناس توصل للانبساط الجميل اللي انت فرحانه بيه؟ بتحبيهم؟ بحبهم والصدق هو اللي واصل. هي مش شطاره مني، انا مش اشطر واحده في الكون، بس انا صادقه معاها. ايه البنود اللي ماشيه عليها يوصل الاحساس ده كده؟ انا على طول بقول لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني انا محتاجه حنيه بحن عليه، محتاجه حب وحبه، محتاجه احتواء ومنس بتونس فيه. في الصدق والوصل. انا في كلوبات كتير اشطر مني واحسن مني بيودوا اماكن افضل مني، بس يعني انا في صدق بينزل ده اللي واصل. انتوا بتقعدوا تسمعوا مشاكل بعض؟ عادي نسمع ونضحك. يعني انا مره بنتي كان معايا بنتي وكانوا معايا في الرحله، واحده عماله تحكي وحصل ونضحك. بعد ما رمضان لقيت مامي دول بيحكوا مصايب وبيضحكوا. قلت لها احنا صامدين ما تقلقيش. قالت لي انا مش فاهمه انتوا بتضحكوا على ايه؟ يعني عارفه ايه المصايب اللي بتحكوها وبتضحكوا؟ قلت لها الحمد لله. اصلا السعاده كاريزما، يعني احنا اصلا مبسوطين على اللي انتوا بتقولوه والفرحه اللي برضه فيه. فكره ان احنا نحكي. يعني انا برضه قبل اي رحله بقول حاولوا ما تحكوش في مشاكل. المشكله دي عامله زي النار اللي قايده انت بتسمعي مشاكلهم؟ كتير. بتحليها؟ شويه. الحل بيبقى فين؟ في فيهم؟ ايديها مش في ايدي. في ايديها. بس الكلمه ليها سحر. بتساعديها ولا بتقدمي لها الحل؟ بس عايده اصلا ما ينفعش اقدم لها حل. هي صاحبه المشكله في حلها في ايديها، انما انا بساعد. حته ان انت بقى تروحي وتحكي في مشاكل لحد ما انا محدده شويه، او انا مش بخليهم عندهم وقت للحكاوي اساسا. يعني انت بتلعبي صح. يعني الاقي كده اقفل الباب وتعالوا انبسطوا. يعني الاقي كده نبتدي يلا يا جماعه بجد يلا كده. زائد انا بقول لهم اعتبروا رحلاتي شد فيش، وتملي بقول لهم المشكله دي عامله زي النار، وكل ما بحكي كل ما برن لها حطب وبتزيد. دي انا دايما بقول كده. في وقت عدى عليكم ان انتوا عشتوا دراما شويه الجروب كله كده؟ لا. حد حكى حاجه؟ لا مفيش فرصه ابدا. انت حاجزه معايا يوم. انت عامله ستريس على نفسك قوي عشان الناس دي كلها تنبسط. لازم. انت مبسوطه عشان هم اللي مبسوطين. طبيعي. ده لو اتوجد في الحياه طبيعي. اقول لحضرتك على حاجه، انت مش ملاحظه ان الكلام عن الطاقه الايجابيه واللايف كوتشنج والدعم النفسي بقى عالي قوي جدا وكتير؟ ليه؟ عشان الطاقات السلبيه عاليه، ربنا ما بيسيبناش. يعني مثلا زي اي مرض في الدنيا، طاعون ما اعرفش ايه، ما اتخلقلوش الدواء لما جه مرض، فابتدوا الناس تشتغل على الدواء، ففي المرض وفي دواء. فانا معتبره نفسي ان الدعم النفسي اللي انت بتقدميه عشان في مشكله عندك، فانت بتقدمي الدواء
فما ينفعش اساعد في مرض. فاي حد بيحكي مشاكل وهو ستوب، احنا فوش. انا بيني وبينهم من هنا بعد بكره. انما يحكوا لبعض لا. ليه؟ انت ما تحكي مشكله النظام بقى علي عليك. ده انا ما اعرفش ايه ده، انا فتحتي الباب ايه فيه بقى. بس لا على فكره مع الوقت بيبقى الجروب لو احنا كستات كده قوي يعني. لا مع الوقت ممكن نحكي مشكله، طب معلش لو مجرد هو اكيد في طب الاخر معلش معلش. يلا بينا يلا كده. وبعدين انت جايه من ريحه حكاوي اساسا، حكي للجيران وحكي للولاد. خلاص افصلي يعني. جايه مش عايزين. عيش بس يوم. انا بقول لهم عيشي معايا المدينه الفاضله ولو يوم. يعني اللي جاي لازم يبقى حلو، لازم يبقى حلو. انت حتى لو اصلا لبست قناع الحلاوه بتحطي حجر الاساس. لازم. ولو في حد خرج بره التراك ما بيتكررش تاني معاه فورا، ويبقى حاسس جدا. شوف بقى مين تاني خالص. يعني ايه خرج بره التراك؟ بره السلام النفسي بتاعه، يكون هو مصدر مشاكل نفسه. مصدر قابلتني. طاقه سلبيه. قابلتني اه. قابلتني ازاي؟ حد فعلا هو حرام محتاج يشتغل على نفسه كتير جدا جدا. يعني مش مع الجماعه، مش معاه، منفصل. منفصل تماما كل حاجه. وتشاؤم بقى، عارفه التشاؤم. يعني هو بيبص بس اللي بالي بقى رحله وهيتبسط. هيتبسط بايه؟ بالتنظيم، ان انا استفيد باكبر الخدمات. ده من كوكب تاني، ده مش علاقه بالموضوع. لا في ناس بيقابلوني جست كده، انا دافع فعايز استفيد بقى يعني. الفكره اصلا مش واصله له. لا يعني فكره ان احنا مع بعض ايد واحده عيله، وانا مش واصله له انا اصلا. جاي انا جاي دافع أفيمك. دافع وعايز استفيد، مش عارفه تقولي حاجه ثانيه. فده مش مناسبني. لا انا ممكن ارجع لك فلوسك حالا وانت واقف، بس ما تفسدليش طاقه الجروب. ومع السلامه، باي باي. احكي لي بقى عن حاجه العكس تماما، ايجابيه اتحولت لايجابيه. كتير. حد زي كان بقاله 6 سنين لابس اسود قلعه امبارح، انا فرحت جدا. لا وفي كمان معانا حد كنا في رحله وبنغني وكده، انا عمري ما عملت كده، انا اول مره اعمل كده معاكم. انا كنت طول عمري قال لي لا عيب وما يصحش، كنت قاعده ساكته وكده وهي تعبانه. قلت والله انا عندي مش عارفه ايه في ظهري وعندي، بس انا معاكم ما بحسش الفرحه يعني عايز اقول لحضرتك كنا في يخت رحلتي، فعلى فكره احنا بنترقص يعني ملتزمين الحمد لله كلنا. يعني ما فيش الناس كلها ملتزمه، بس الترقص اللي هو مع الايقاع الجميل ده الفرح. يعني عادي زي ما بنعمل في افراحنا كلنا. لقيت حد جاي بعد رقص بقى ومبسوطه، قالت لي بنتي عارفه كنت فين امبارح؟ قلت لها فين؟ قالت لي انا امبارح كنت عند دكتور العظام. قلت لها مش مصدقه، انت اشطر من دكتور العظام. قالت لي مين؟ انا عارفه مستغربه على نفسي، كانت الدكتور العظام. انت اشطر. لا وفي واحده جاي ايه يتي هي واختها، لقيتها انا اختي دي ما كانتش بتعرف باب شقتها، دلوقتي بتجري تسبقني. فالحالات كتير. حد مثلا يقول لي انت مثلا الدكتور النفساني بتاعي، يعني هي عملت فحوصات كتير وعملت حاجات كتير وبتشتكي من حاجه معينه، يعني لفت على دكاتره كتير. اخر دكتور قال لها انت محتاجه دعم نفسي. دعم نفسي دلوقتي بقى علاج. احنا اتفقنا ان نفسيتك بتتعب، مناعتك بتقل، بتبتدي بتبقى عامله زي فتحه بلوتوث كده لامراض الدنيا بقى خلاص. اي حاجه تستقبلها. لو دور برد هترقدي بالسرير. لو انا قلت لك تقولي للستات كلمتين هتقولي لهم ايه؟ افتحي بابك واخرجي وامني ان السعاده انت تحت اي ظرف. مش ظرف ممكن يكون عايزه. لا احنا اتفقنا ان ضغوطات الحياه واخده الناس عن ذاتها اصلا. ساعات اولويه. هتبصي للكاميرا وتقولي الكلمتين اللي يوصلوا لقلب الست. اولا انت حواء، لازم تبقي عارفه ان انت حواء، انت الونس، والجنه ما كانتش جنه الا بيكي انت. لازم تؤمني ان انت مصدر سعادتك من جوه، وان انت تشتغلي على نفسك، وان انت تدوري على نفسك. والموضوع مش رحله، هي رحله للسلام النفسي. انت ممكن تاخديها حتى وانت قاعده في البيت. نورتيني يا استاذه نيفين.
استاذه داليا قولي كلمتين لكل ست في البيت لسه جوه القوقعه. انا دايما كلمتي المعروفه السعاده قرار، ومفيش حاجه يعني مفيش حاجه اسمها فات الوقت. احنا لسه طول ما انت عايشه طول ما هتقدري تقفي، طول ما انت عايشه طول ما يعني ممكن تتعلمي حتى لو سنك كبير جدا 50 60 وعايز تتعلمي قومي اتعلمي. عايز تتعلمي خياطه اتعلمي، عايز تتعلمي تصوير اتعلمي. بس ناس قليله قوي اللي بتاخد القرار. يجمدوا يعني حاسه مفيش وقت. لا مفيش حاجه. بصي بقى هو كلمه مفيش وقت، مفيش حاجه اسمها مفيش وقت. على فكره الدوله عامله حاجات كتير، ورش مجانيه، وعامله حاجات ثقافيه كتير قوي وبأجر رمزي تماما. فاللي بتدور على حاجه هتلاقيها. لقيتي مساعده من الدوله على مش النشاط بتاعك؟ يعني مش كجروب، انما انا كنيفين ممكن اروح بصور الثقافه، بيعملوا حفلات، بيعملوا مسرحيات، حاجات يعني جميله جدا. وفي اشغال يدويه في السلم المصري فور فري، فاللي بيدور على حاجه هيلاقي. وفي مبادره الشباب برضه قصات جميله. فللامانه في حاجات، في اهتمام بالمراه، بس هي تهتم بنفسها. يعني تبتدي تدور هتلاقي من جواها الاول. مفيش حاجه اسمها خلاص بقى دي تتلغي. مفيش حاجه اسمها خلاص بقى، مش انا كبرت انا خلصت. يعني ايه خلصت؟ على فكره الاعمار عندنا الام غير كبير، فوق ال70 و 75 فوق ال70 ما ما شاء الله. ما شاء الله، كيف الصحه والعافيه والجمال ما شاء الله. دي حاجه جميله قوي. ده انتوا خلاص لغيتوا الدكاتره، يعني كده الناس دي مش هتروح لدكاتره خلاص، انتوا العلاج. بس يعني نقدر ان شاء الله. اتشرفت بيكم جدا ونورتوني وان شاء الله زي بقى اسم البرنامج جاي منين؟ يعني ده اللي محيرني يعني. اللي هو حكم عقلك. انا هقول لك من ضمن دوشه كم موضوع بيقابلك في اليوم، كم معلومه بتدخل دماغك في اليوم، لو حكمتي عقلك هتختار الصح. زي كده مع حضرتك احنا اخترنا الصح. شرفتيني جدا. شكرا ليكم وشرفتوني. وان شاء الله الحلقه الجايه يبقى معانا ضيف جديد في حلقه جديده من حكم عقلك. نرمين جمعه.